هزة واحدة ممكن تدمر دماغ طفل للأبد. في سنة 2000 ال WHO سجلت 27,000 طفل فيكتم للتشيكينج بيبي سندروم. طيب التشيكينج بيبي سندروم ديت هي سندروم بيحصل نتيجة ان الاهالي بيمسكوا الطفل ويبداوا يهزوه جامد خالص، في محاولة منهم لتهدئته او في ناس بتاخدها كلعبة ان انا بمسك الطفل وابدا اهزه. طب ايه اللي بيحصل في الحالة ديت؟ اللي بيحصل هنا ان الطفل ده لسه صغير، عضلات رقبته ضعيفة وراسه كبيرة نسبيا بالنسبة لجسمه، فبالتالي هي مش ثابتة، بالتالي الراس مش ثابتة كويس على الجسم. فلما انا بحرك كده بيبقى بسهوله جدا ان البرين جوه السكال جوه الجمجمه دي يبدا يتحرك قدام وورا. لما بيتحرك من قدام لورا بيعمل ايه؟ بيخبط في الجمجمه وبيحصل فيه لاسيريشن او بعض التمزقات، ممكن يحصل فيه نزيف وهيماتوما او اديمه، يبقى فيه ورم جوه، يعني ميه بتتجمع على المخ وتضغط عليه، وده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي مشاكل كتيره جدا قد تؤدي في النهايه للوفاه. مش بس كده، الحركة اللي انا عملتها او الهزة ديت هتأثر لي كمان، هتعمل لي نزيف على الريتنا او قرنية او شبكية العين بيحصل فيها نزيف، وكمان ممكن تعمل مشاكل على مستوى الضلوع، بيحصل كسر في الضلوع وكسر في الفقرات من ورا، وبيحصل إديمة كمان على السباينال كورد او على النخاع الشوكي بتاع الطفل ده. فده بيؤدي الى مشاكل مستمرة، يعني الطفل ده لو مش هيموت لكن هيبقى عنده اعاقات دائمة. زي ايه؟ زي ان هو يتحول ان هو يبقى هيميولوجيك او يدخل في حاجه زي السي بي، نوع من انواع السي بي نتيجه الحركه دي. ممكن يبقى متاخر في الادراك ومتاخر في التطور ويتاخر في الكلام، كل حاجه في البرين على حسب الاصابه هتحصل فين. في بعض الحالات العنيفة بيبدأ يحصل مشاكل في البنكرياس وكمان مشاكل في الكبد نتيجة الهزة ديت مع كسر الضلوع اللي حصل. الأعراض بتاعت الهزة ديت ايه؟ ان الشخص ده ممكن يدخل في غيبوبة او ممكن يقطع النفس، ممكن يحصل له تشنجات، ممكن يحصل له فوميتنج. نصيحة لكل أب وأم يحاولوا ان هم حتى لو بحسن نية او بدون قصد ان هم ما يعملوش الحركة دي اطلاقا مع الطفل، لان ده هيكون تأثيره كبير جدا وضرره مستمر حتى لو هو غير مقصود. يا ريت نشير الفيديو ده مع كل الناس قرايبنا اللي عندهم اطفال واللي ممكن يكونوا بيتعاملوا ويلعبوا معاهم بس بطريقه اوفر شويه علشان ياخدوا بالهم. شكرا.